يلا بقى مش تباركولي على الكافيه الجديد اللي انا عملته. تعالوا هديكم اسرار مشروبات الكافيه اللي بندفع فيها مبالغ وقدرها، وبندفع فيها يعني الكوبايه الواحده ما بتقلش عن 100 جنيه ان لم تكن ازيد كمان. تعالوا شوفوا، عملت اشكال واصناف، كان جاي لي ضيوف وقلت لازم اظبطهم ولازم اعمل لهم حاجه حلوه بمناسبه الحر اللي احنا فيه ده. يلا بقى شوفوا الكافيه بتاع مطبخ ماما واعملي لي ولادك ونعيشيهم في الحر ده، وهتدعي لي عشان هنعيشك في الحر اللي احنا فيه ده. يلا بينا على الحلقه. اوام حضرت الخلاط، وطبعا يا جماعه انتوا هتشوفوا فيه هنا شويبس وفي بيبس. الفيديو دوت كان قبل المقاطعه خالص، يعني انا بعيد لكم مونتاج ونشره تاني عشان يفيدكم في الحر ده. اول حاجه هعمل المخيط والليمون، نزلت بقى شويه عصير ليمون وشويه ورق نعناع، وعليهم كده واحدتين من التلج. تمام. وهبتدي انزل بشويه ميه كده واضربهم ضرب حلو كده. ما حطيناش سكر ولا عسل ولا اي حاجه، خلي بالكم عشان لسه هنحط حاجه تانية. هنحط ميه غازيه، لازم اصفيه يا جماعه من التفل اللي فيه ده. وهنزل بقى بشويه عصير ليمون يعني بالمياه الغازيه اللي احنا كنا بنقول عليه سبرايت او 7 اب. شوفوا انتوا بقى البديل بتاعه ايه، عشان انا مش حافظه والله، ولادي اللي حافظين هم اللي بيجيبوا البديل بتاع منتجات المقاطعه ايه يا جماعه. خلاص، ونزلنا كده بالنعناع وعلى وشها قطعه تلج واحلى مخيطو اقسم بالله. العيال بيقولوا لي جامد يا ماما. هنا في الكافيهات عندنا هنا في مدينتي بكل مره ما نيجي نشربه اقول لهم يا اولاد ده زي طعم الدواء الكونجستال بتاع الدواء الكحه، مش عارفه في ايه، ما بيعجبنيش خالص. ده رائع وبسيط جدا. نخش على العصير اللي بعده. هنزل بقى بشويه عصير ليمون، وهنزل بكيوي كنت مفرزاه معاكم، قشرته وقطعته كده وحطيت عليه شويه سكر ودخلته الفريزر على طول. وهنزل بقى بقطع تلج، وهنزل بعسل ابيض. عايزه تنزلي بسكر مفيش مشكله، بس عشان الولاد كان عندهم برد قلت ايه بلاش سكريات، خلينا في العسل افيد. ونزلت بشويه، نزلت بصودا الليمون كده واضرب بقى كويس. لو انت خايفه على الخلاط بتاعك تضربي ضرب متقطع كده عشان مثلا التلج ما يكسرش الشفشه، او ممكن تكسري كده التلج كام كسرايه كده صغنونه. بس هو احلى حاجه كده لما بتضربيه في قلب العصير بيدي قوام حلو وطعم حلو، او بيبقى التلج كده كريستالات التلج جرشه كده وجميله. خلاص، هبتدي بقى اصب ده من غير طبعا ما نصفي، لان ده كيوي متقشر ما فيهوش اي حاجه. ده كده سموزي كيوي في منتهى الجمال بالليمون، مشهور جدا جدا في الكافيهات، وكمان بيبقوا يحطوا عليه اناناس كمان، قطع اناناس مش كانتالوب، الاناناس يا جماعه. وكنت حاطه شريحه كيوي كده في جنب الكوبايه، لزقاها كده في جنب الكوبايه، تتكي عليها بس كده تمسك في الكوبايه وتصب عليها المشروب عشان تدي منظر حلو معانا. قولوا لي بقى فرقنا ايه عن الكافيهات؟ ده لسه، اصبروا اصبروا اصبروا، خدي بس مني افكار وهتعجبك ان شاء الله. ايه المشروب اللي بعده؟ حطيت كيوي على فراوله على عسل او سكر، يعني ما تتأيديش وتقولي عسل. ونزلت بحليب، واضربي بقى ميكس الكيوي مع الفراوله الاتنين مزيزين كده، ميكسهم تحفه مع الحليب. والله العظيم كوبايه في منتهى الجمال. جرت ريقي دلوقتي وانا بعمل المونتاج، لان انا اصلا بموت في الفراوله. انا متوحمه في العيلين على فراوله يا جماعه، والله العظيم حتى العيال طالعين في دراعاتهم فراوله، واللي طالع في رجله، فيعني الفراوله دي روحي اصلا. بص بقى الجمال، شايفين سموزي الفراوله مع الكيوي؟ تحفه. وحطيت بقى كمان فراولايه كده، هحط فراولايه على الجنب عشان ابقى اعرف ان ده الكيوي على الفراوله. بس تعالوا بقى نشوف اللي بعده ايه. نزلت بفراوله في شفشق الخلاط، بس ما جاتش بقى في المقطع، ونزلت بمعلقه عسل او سكر عادي خالص، وضربتهم ضرب كويس جدا. انا عايزاها تقيله، ما حطيتش عليها اي ميه ولا اي حليب ولا اي حاجه خالص. عايزاها تنزل تقيله، وهقول لكم ليه. نزلت بنقطه لون كده عشان عايزه اعمل الكوبايه كده كذا لون، وهتشوفوا دلوقتي معايا. اهم حاجه تبقى تقيله، الفراوله متلجه مع التلج مع العسل، تنزل معاكي تقيله بالمنظر ده. مش عايزه تحطي لون براحتك، بس عشان انا حسيت ان الفراوله عندي مجربه شويه ومش مديه اللون. انا صبيتها في الكوبايه دي عشان هشتغل لسه وهعمل حاجات تانية. وادي عندي فراوله تاني اهي، هنزل عليها بلبن، وهنزل عليها بشويه عسل، ونزلت كده بكوبايه زبادي او ياغورت زي ما بيقولوا، يعني اكنك هتعملي زبادي خلاط بالفراوله، اللي هو الزبادو مثلا. بس استني بقى شوفي هنعمل ايه. هنزل بيه بقى كده، ده زبادو بالفراوله، هنزل بشويه هنا وشويه هنا. بصوا الجمال بقى، بصوا المتعه. عشان نظبط لهم المود بقى، جبت كريم شانتيه، كوبايه كريم شانتيه عليها نص كوبايه لبن، عشان نص كوبايه حليب، وضربتهم. عايزه الكريمه تبقى تقيله عشان تبقى ماسكه معايا على الوش، واديتها كده، عملت لها روزيتا حلوه، حطيت عليها فراولايه، يبقى عملنا زبادو بالكريم شانتيه، طعمه تحفه. وهنزل كمان بقى بصوص الفراوله عليها بقى كمان. واوعى وشك بقى، بالله عليكم تشتروه بكام ده؟ قولوا.
كل ما اعمل لهم حاجه اليومين دول اقول لهم بالله عليكم تشتروها بكام عشان الدنيا غاليه. قولوا انتوا بقى واكتبوا لي في الكومنتات واجبروا بخاطري. بصوا المنظر تحفه. شاريموه بقى حطيه في الجنب كده واشربي بقى، او شربي ضيفك بقى بيها وبالف هنا وشفا، وبالمعلقه في الاخر بقى كل الايس كريم ده، كل الكريم شانتيه وبالهنا والشفا. بصوا بقى جبت بقى مانجا وحطيت عليها، هعمل زي سموزي مانجا برضه، هعمل سموزي مانجا وحطيت عليها تلج وحطيت عليها عسل وهضربها عشان عايزه بيوريه مانجا تقيل، يعني عايزه المانجا كده تكون تقيله برضه عشان عايزاها سموزي عشان هشكل بيها بالكوبايات. بصوا هنعمل ايه بقى، ركزوا معايا عشان تجيبي الالوان مظبوطه في الكوبايه. هتعملي ايه؟ هتجيبي الشوب بتاعك وهتنزلي كده بعصير المانجا، اي لون بقى تحبي تنزلي بيه في الاول او في الاخر. نزلت بشويه من عصير المانجا وميلته كده على جنب، وهنزل عليه بقى بشويه من عصير الفراوله اللي كنا ضربناه تقيل، السموزي برضو التقيل اللي من غير ميه ولا لبن اهو. وهروح نازله عليه كمان بسموزي الكيوي، كنت عامله سموزي كيوي كمان. دول كان شويه سموزي كده كيوي كانوا باقيين على جنب بالحليب، عملتهم نزلت بيهم. بص ادت لنا الثلاث الوان ازاي، شايفين الجمال؟ ايه ده؟ طب هنغير، نعمل كده حبه احمر في الاول وبعدين حبه ابيض كده مخضرين وبعدين ننزل بالمانجا. وادي بصوا المنظر التاني. فن، هندسه يا ولاد، المطبخ ده هندسه. مش شرط يعني الناس تدخل كليه هندسه عشان اللي في بيتي بس قاعدين يبصوا، انا احسن منكم والله العظيم احسن منكم. نزلت بقى كده بصوص فراوله عشان ما عنديش صوص مانجا وهي فيها فراوله برضو. ده بقى سموزي المانجا اللي انا ضربته مع التلج مع العسل، عملت له كده روزيتا بالكريم شانتيه، وهنزل بشويه عصير فراوله، شويه عصير مانجا صغيرين من التقال دول اكنهم الصوص بتاعه كده. بس اهو صوص ده ولا مش صوص؟ مش شكله صوص مانجا اهو. وادي العصير بتاعنا كمان. ايه رايكم بقى في مشروباتي؟ شايفين العظمه والجمال؟ تعالوا ده لسه هنعمل حاجه تانية مفيده عشان داخلين على البرد بقى واحنا عندنا انفلونزا. بصوا بقى، جزر وبرتقان من اللي انا كنت مفرزاه معاكم، او جزر تسلقيه وتقطعي عليه كام برتقانيه وتنزلي عليهم بشويه سكر او شويه عسل وتحطي تلج وفي الخلاط واضربي. هنعمل سموزي جزر على برتقان، مشروب بتاعنا بتاع زمان بتاع امهاتنا والناس الطيبين الحلوين. خلاص هضربه بقى كده كويس وهصبه في الكوبايه، بس لازم اصفيه عشان قشر الجزر وقشر البرتقان تبقى الحاجه حرير في بقك وناعمه، ما نقدرش الناس كده ونضايقها لما يجوا يشربوا المشروب بتاعنا. بس ادي كل مشروبي، حطيت تلجايه على الوش اهو. بصوا بقى، ايه رايكم؟ الضيوف ساعتها ضربوا لي تعظيم سلام، قالوا لي ايه ده، كافيه مطبخ ماما؟ مش ممكن. قلت لهم لا، انا مش اقل من حجوجه ولا اقل من قصر الكبابجي، لا انا عايزه حاجه على مستوى كبير ما يبقاش كافيه في الاخر. وانا بقعد اتكلم اصلا ولا طايله ده ولا طايله ده. بصوا المنظر، ايه رايكم؟ بالله عليكم لا تكتبوا لي كده رايكم في الكومنتات. الالوان المتدرجه دي ومنظر الزبادول جميل بالصوص الفراوله وسموزي المانجا بالكريم شانتيه والمخيتو بالليمون والنعناع والالوانات الجميله اللي انتوا شايفينها دي وعصير البرتقال بالجزر. ما ننساش اهلنا ولا ننسى اصلنا متربيين عليه. ويلا بقى جربوها وكل صيف وانتوا طيبين، واكتبوا لي كومنت زي حلو زي قلبكم وشير في الجروبات عشان الناس تستفاد بالوصفه. واترككم في رعايه الله واقول لكم ما تنسوش تدعوا لاخوانكم ربنا ينصرهم ويحفظهم ولا يرينا فيهم سوء، واستمروا في حملات المقاطعه يا جماعه لانها بجد بتكبدهم خسائر غير متوقعه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اغلى واحب اخوات لي.